بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء مع متن العلامة عبد الواحد بن عاشر رحمه الله. نكمل اليوم إن شاء الله تعالى في هذا الدرس الثالث من دروس شرح متن ابن عاشر. أنبذو في عنوان مقدمة لكتاب الاعتقاد معينة لقارئها على المراد أو لقارئها على المراد. هذه المقدمة في العقيدة. إذا كان الجانب العقدي في حياة الإنسان هام ضروري، يعني الشريعة أدس بعد العقيدة. الشريعة أقسام، لنت أحكام اعتقادية، لنت أحكام عملية تقتضي عملا، لنت أحكام تربوية أخلاقية. من غراء ذي القرآن مثلا في سورة الجاثية في الآية 18 ربي يناد: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. شريعة اسميس شريعة لاستقامة أحكامها وعدم اعوجاجها. مدين الشرع ديس كلش، ديس الجانب العقدي، الإيمان بالله، الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالنبيين والمرسلين، الإيمان بالكتب، الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، الإيمان باليوم الآخر. في كذا ركائز الإيمان إلى قليلين تدخل في الشريعة. بعدين يظل الأحكام العملية اصطلاحا أحكام فقهية، ذي الظل رمضان، زكاة، الحج إلى آخره، أحكام فقهية. ذي المعاملات خاطر ذي أحكام فقهية صنفان: لنت أحكام خاصة بالعبادات، لنت أحكام متعلقة بالمعاملات. وفي المجالين معا تضبط حركة الإنسان. في العبادات نزلت على المغرب صليناها فحركتنا مضبوطة. النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. لو كان زويرا نكبر قبل أن يكبر تفضل صليتنا. لا نكبر حتى يكبر، لا نركع حتى يركع، لا نسلم حتى يسلم. الحديث واضح: إنما جعل الإمام ليؤتم به. صافي في النهاية هذا الفقه، فقه العبادات، يضبط حركتنا في العبادات. ماشي واحد يعبد ربي كما يبغي، ما ينفع. يجي واحد يقول لك نصلي كما حبيت، درك راني لاباس نصلي ندير 3 ركعات 20 ركعة، عييت ندير ركعة واحدة. لا، لازم كل حاجة سواء في الصلاة أو في الزكاة، اللي هي الركن الثالث في حديث ابن عمر. الزكاة أيضا ما تزكيش كما بغيت، فيه ضوابط. الضابط مثلا نتاع الزكاة مثلا في المال لازم بلوغ النصاب، لازم يبلغ النصاب. والشرط الثاني لازم يحول الحول. لو كان يونه يدير رزق ربي يدير في 4 مليار ما يزكيش، بغى يصدق هو حر، صدقة هذه يصدق. ولكن الزكاة الفرض لا، هذه صيغة مليار الله يبارك، ولكن لازم الشرط الثاني حولان الحول. إلى قد يزيو سكواس ذا شو يظهر ذاكي هذه العبادة، وهي عبادة مالية اقتصادية اجتماعية مضبوطة بالأحكام الفقهية، صح؟ ومثلا تفكض الزكاة، لمن تمنح هذه الزكوات عند تحصيلها؟ 8 أصناف محددة في القرآن في سورة التوبة الآية رقم 60: إنما الصدقات، يعني الزكوات. الإمام الماوردي قال لك اختلف اللفظ واتفق المعنى. صدقة وزكاة اتفق، اختلف اللفظ ولكن
اتفق المعنى واحد: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، يعني إلى آخر الآية 60 من سورة التوبة. إذن 8 أصناف محددة، وهكذا الحج كيف وغيرها. كما في مجال العبادات مضبوطة، أيضا في مجال المعاملات أيضا مضبوطة. وغير الأحكام الثالثة، النوع الثالث اللي هو الأحكام الأخلاقية التربوية: صرفقة، أول زيضن، القدر، الاحترام، وكذا الشريعة. حتى وكذا الشريعة ما نقدروش نفصلوها عن جسم الشريعة. شغل الشريعة ساعة يفور كون أغصان أمزوارو ذي الأحكام الاعتقادية، الجانب العقيدة، الإيمان، ثم الأحكام العملية يعني عبادات ومعاملات، ثم تأتي الأحكام الأخلاقية. لذلك كثير من العلماء منهم ابن عاشر رحمه الله بدأه بكتاب الاعتقاد، المقدمة في العقيدة. لشو دهنا مقدمة لكتاب الاعتقاد معينة لقارئها على المراد. أولا هناك من اعتبر هذا الكلام نثرا، هو عنوان، وهناك من اعتبره نظما شعرا. الذي اعتبره شعرا يكون 314 عدد الأبيات كما صرح بها هو في حد ذاته في البيت الشعري رقم 314، تضاف إليها 4 أبيات نتاع الخاتمة صافي المجموع 318. ومن يعتبره نثرا صافي 317 زائد 4 يعني 313 زائد 4 يساوي 317. أي غردني الفرق بين 314 317 و 318، خاطر تجد الكتب شراح ابن عاشر كان في الأخير اللي رقموها يقول لك هذا بيت رقم 318 هكذا، ولكن كان اللي يعتبره 317، ولكن نعتبره نظما باش يجي مباشرة وين قال هو صرح ب 314 يأتي البيت مباشرة. المهم هذا كي نوصل لها إن شاء الله نزيد نبينوه. مقدمة لكتاب الاعتقاد معينة لقارئها على المراد، يعني هذه المقدمة التي سيذكرها ابن عاشر تساعد قارئها أو قارئها أي قارئ هذه المنظومة على تحقيق المراد، تحقيق المبتغى، تحقيق المقصد. ذا شو يقصد ابن عبد الواحد بن عاشر؟ يقصد باش غادي يفك زبدة الفقه، غادي يفك يعني الخلاصة ان الفقه الإسلامي غادي يفك ذي ثمسة ذي المنظومة يجينس اللي هي هذا المتن. من بعد يبدأ إناش وحكمنا العقلي قضية بلا. قبل ذلك معليش نرجعوا للبيتين قبل سيناقي يبدأ نشرحها درسني عدان. صلى وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه والمقتدي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذاك طبعا صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم هي رحمة، وصلاة الملائكة هي دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام ودعاء لنا جميعا. ثم وبعد فالعون من الله المجيد، يعني تجد من المقدمة التمهيدية نس يعني يلتمس العون من الله، فالله عز وجل هو مصدر العون ومصدر الطاقة ومصدر الرعاية الذي ينظر إليه الله عز وجل بعين رحمته فلا يخاف. وبعد فالعون من الله المجيد في نظم أبيات للأمي تفيد، وبعدين في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريق الجنيد السالكي. ذا كيف ثلاثة مسائل ما يتعلق بالإيمان والإسلام والإحسان في الحديث المعروف. مدين ذا في عقد الأشعري إشارة إلى العقيدة الأشعرية اللي هو شكون هو هذا الأشعري؟ هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن بشر، ويمتد أصله إلى أبي موسى الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لا نفصل يعني في موضوع العقيدة الأشعرية لأنه ماشي موضوعنا هذا، ولكن هذا يبين ابتداء
بأن ما يتعلق بالفهم للعقيدة هو الفهم حسب العقيدة الأشعرية لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن بشر، يمتد نسبه إلى أبي موسى الأشعري صاحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفقه مالكي يعني يركز على المالكي، الفقه المالكي مع المذهب المالكي. معنى هذا الفقه الذي نجده هنا هو فقه الإمام مالك، لأن عبد الواحد بن عاشر هو من أقطاب المالكية. العلمجي ابن عاشر ذي العالم من العلماء من المالكية. صافي الفقه قد يبوي داخلي في هذه المنظومة في هذا المتن هو على مذهب الإمام مالك، على مذهب الإمام مالك. إذن في عقد الأشعري وفقه مالكي، إذن هذه المنظومة تشرح الفقه على مذهب الإمام مالك. وفي طريقة الجنيد السالك، الإمام الجنيد هو من أئمة التصوف، وهو إمام عابد فقيه. نشفوا على هذه العبارات، هو إمام عابد فقيه الإمام الجنيد رحمه الله تعالى. المقصود هنا يعني اتباع منهج الإمام الجنيد في منهجية التصوف، في كيفية تحقيق درجة الإحسان. هذا الإمام العالم يرشدنا إلى منهجية تحقيق هذا المستوى من الإحسان. تعرفوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقيد القمة ليحقق درجة الإحسان. أنا عبد ربي أمكن أثن سوالي مثن ولا لا أنت غدي سوالي. وتحقيق هذه الدرجة هو أكبر داعي لتحقيق الخشوع، والخشوع روح الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن الخشوع روح الصلاة. كل واحد منا يسأل يقول يا عجبا كيفاش نخشع، وخاصة ربي سبحانه بشره بالفلاح، يربح ينجح وين يخشع عندي الظاليتيس ما مش نخشع. هنا آمش الكيفية يساعدنا هذا الإمام في منهجيته لتحقيق هذا المقصد. مثلا يقول لك العلماء من هذه المقتضيات لتحقيق الخشوع التدبر في آي القرآن. كي نسمع الإمام يقرأ مثلا في الصلاة الجهرية أو حينما نقرأ نحن في الصلوات السرية نتدبر ما نقرأ، أي نقرأ إلى نفهم نخمم ذيك نعمل عقولنا وقلوبنا، العقول والقلوب نعملهم جميعا لتحقيق هذا المراد. طيب وقي مقصدي ما يلوني قال القرآن في بريكان سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق. الله أكبر صدق يقرأ، ولكن مع غياب العقل وربما غياب القلب أيضا. يعني العقل يغاب شغله ما كنت كاسيت يحفظي تديني وخلاص. من شروط تحقيق هذا الخشوع النظر إلى موضع السجود وعدم الالتفات. يعني العبد الله قرأ يقول شغل من الرادار وندي حركين اسمع الباب يخزر الباب دخل واحد يخزر فيه هكذا. وربما أمر آخر أيضا أنه يدير في باله هي آخر صلاة يصلي صلاة مودع. لو كان كل واحد منا يتفكر مثلا في هذه الشروط برك، خاصة الشرط الأول والثالث، يعني يكفي يصلي صلاة مودع. أنزل العشاء سينتسجد صلي تنقاروث صافي الإنسان يخشع وهكذا. لذلك في مدارج التزكية هذا الإمام عنده منهج يساعد العابدين على تحقيق درجة الإحسان.
منهج مساعد يبين الكيفية، الإجراءات العملية، مساعد. ربي قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. من بعد قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. السؤال: كيف نحقق هذه التزكية لنحظى بالفوز الموعود؟ ربي قال قد أفلح من زكاها. وين يدفعنا في ذاك التزكية والتربية؟ الله يبارك أغيوض إلى هذا المقصد. مياميك السؤال كيف؟ كل الناس يعرفون إلى قال صوربي إلى قال قرزيمان مياميك آميك. هنا العمل، هنا المراثقة. لذلك الآن علماء التربية يتحدثون عما يسمى بالمراثقة. المراثقة ذي الصغر المشطاحي لونكادرمون، المرافقة إلى أن يكبر الإنسان، وهكذا يحتاج إلى مرافقة، بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أليس كذلك؟ لذلك يعني ماناش في موضوع في هذا الموضوع باش نفصلوا فيه، إنما هذه مقدمة لابد أن نذكرها. ثم يشير مباشرة إلى ما ذكرناه: مقدمة لكتاب الاعتقاد معينة لقارئها على المراد، أو معينة لقارئها على المراد، تساعد على تحقيق المبتغى والمقصد. طيب، ثورة أنفذوا نروح البيت النظم في نظم أبيات الأمية في ذكرنا في عقد الأشياء إلى آخره. ثورة مقدمة لكتاب الاعتقاد. أولا كلمة مقدمة معناها مدخل، والمقدمة دائما هي الرافد الذي يساعدنا على الاستمرار في فهم ما يأتي بعد ذلك. المقدمة أغثوي غالمتن، أغثوي الأحكام التي ستأتي بدءا من هذا البيت. ذا شو دينا إذا كان إنيش وحكمنا العقلي قضية بلا. الحكم، ما معنى الحكم؟ هو إثبات أمر أو نفيه، إما إثبات إما نفي. نعطي لكم مثال من القرآن. ربي قال في القرآن الكريم: فمن يكفر بالطاغوت، وبعدين ويؤمن بالله، النتيجة فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. في هذه الآية فيها نفي وإثبات. نفي: فمن يكفر بالطاغوت، يعني كل ما سوى الله ما عدا الله فهو طاغوت، هكذا اسم القرآن الطاغوت. وقد يعبذن يزرع، وقد يعبذن مظاهر الطبيعة، القمر والشمس وكذا، وقد يعبذن القوى التي وراء الطبيعة. نجد في عبادة الفينيقيين مثلا في عقيدتهم هناك من يعبد يقول كالقوة الكامنة وراء الطبيعة. كل يوم شو يعبد، وذا زرو وذا قر وذا طجوة، هذه كلها لا قيمة لها، هي عقيدة باطلة. ولكن يأتي القرآن يقول لك لازم الكفر، لازم النفي. النفي يسبق الإثبات لصحة الاعتقاد. باش العقيدة، عقيدة التوحيد أتسيدي الصحة إلى أن كفرك الطاغوت والو صفر، ما نمنو بوالو، وبعدين نهيئ أنفسنا وأرواحنا وقلوبنا وعقولنا لاستقبال عقيدة التوحيد التي جاء بها الأنبياء والرسل. خطرت العقيدة يوثد بوين يوث أكل ملان، أمذ نوح، أمذ إبراهيم، أمذ موسى، أمذ عيسى، أمذ يونس، أمذ يوسف، كل الأنبياء جاءوا بعقيدة واحدة اسمها عقيدة التوحيد. ولكن خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم يوكد يتسيد. لذلك جاء القرآن يبين هذا الأصل، وهو أصل الأصول. قال الله تعالى في سورة الأنبياء في الآية 25: وما أرسلنا
من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن لا إله إلا أنا أيضا نفي وإثبات. نفي لا إله، نفي إلا أنا إثبات. ونحن نترجمها في الشهادتين نقول أشهد أن لا إله نفي، إلا الله إثبات. لا إله تساوي فمن يكفر بالطاغوت، إلا الله تساوي ويؤمن بالله. النتيجة فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الحكم إذن في أصله اللغوي هو إما نفي إما إثبات. حكم هكذا هكذا. ولكن هو حكمنا العقلي قضية بلا بدأ بالعقل. السؤال مطروح: عبد الواحد بن عاشر لماذا بدأ بالحكم العقلي قبل الحكم الشرعي؟ خطر الأحكام ثلاثة: هناك حكم شرعي، هناك حكم عقلي، وهناك حكم يثبت بالعادة. بدأ بالحكم العقلي وكأنه يريد أن يقول لنا استحضروا عقولكم لفهم الأحكام الشرعية. شوف قمة الفهم. إذا كان العقول نتاعنا مغيبة لا تفهم أحكام الشريعة. لذلك الكثير من أخطائنا نأخذ الحكم الشرعي، قلت قال ربي قال نبي وتيري على الناس، ومن هنا جاء الزلل، ومن هنا وقع الخلل. ما تقدرش إذا كان عقلك غائبا ما تقدرش تفهم الشريعة. نعطي لك مثال آخر ذكره أبو حامد الغزالي. أبو حامد الغزالي وش يقول؟ قال لك العلاقة بين العقل والنقل كالعلاقة بين الشعاع والبصر. العلاقة بين العقل اللاغ وين يخدم أكذ النقل. ما معنى النقل؟ معنى الوحي. العلاقة بينهما كالعلاقة بين الشعاع الضوء والبصر. نعطي لكم نطبق هذه النظرية عمليا. كيما رانا ان شاء الله ربي يعطينا كاع الصحة باش نتشاوفوا هذا يشوف هذا لازم شرطان. الشرط الأول هو البصر، لازم يكون عندنا البصر. إلا قنسعون يزري الشرط هو السنة قتل ثفاث يمولاش ثفاث رانا نمشيو في ظلام كيفاش نتشاوفوا؟ المجسمات الموجودات المادية لا ترى بالبصر في الظلام. قد تلمس بحاسة من الحواس، تلمس بحاسة بيدك تمسه، ولكن بحاسة البصر لا ترى. لماذا؟ لتخلف شرط الضوء، الإضاءة، شرط الشعاع. ولو كان كيما راني معاكم يخي عندنا كاع البصر، يلا نغمض عيني، الضوء كاين درك الآن غمضت عيني لا أرى أحدا منكم. لماذا؟ عطلت شرطا من شروط تحقق الرؤية للمجسمات. هذا ما كان صافي حبسة غيزريو وكن ولا غالا ما في طلام قنا الميك نالديث غادي طلام. هذا كلام نتاع من؟ نتاع أبو حامد الغزالي باش يقول العلاقة بينهما هي علاقة تلازم، لا يمكن تعطيل هذا ولا هذا. النتيجة إذا لقينا مجموعة من الناس يقول لك نحن نحقق المقاصد بالعقل دون النقل، يعني لا نحتاج إلى وحي ونحواج لا القرآن ولا النظر ولا دينا ولا كينك صيغ العقل. إناس خاطي غلظاظ عقلك
يحتاج إلى وحي، واللي يجي يقول لك أنا العقل هذا ما نحتاجوش، وعطلوا العقل فقط بالنقل، أدغر الآية أدغر الحديث إلى آخره، هذا رخصار صافي متلازمان. اتفقنا؟ عبد الواحد بن العاشر بدأ بالحديث عن العقل، وحكمنا العقلي قضية بلا، بدأ بالحكم العقلي. التأصيل نجد أكثر من 1000 آية وين ربي يتكلم على العقل. كي نقول الرقم يكفي بلا ما نقولها خطر، كي نقولها برك قراءة ديجا أكثر من 1000 آية. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نجد قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض وبعدين فانظروا. معنى نجد كلمة النظر، كلمة التفكر، كلمة التدبر، هذه من وظائف العقل، العمليات اللي يديرها العقل، وردت في القرآن الكريم في أكثر من 1000 موضع، أكثر من 1000 آية. إذن العقل لازم يكون، وسنعود إليه بعد كي نتكلموا على مازال مسائل العقيدة في المقدمة يزور ديال العقيدة، خاطر كما قلت لكم قبل حين العقيدة هي أساس استقبال الشريعة. إذا كانت العقيدة صحيحة نستقبل أحكام الشريعة، إذا كانت العقيدة مهزوزة ضعيفة أبيبري يعني الأحكام الشرعية أبيبري. المسألة في غاية الدقة والأهمية. لذلك أبو بكر الصديق نهار اللي قالوا له كيف عرفت ربك؟ أجابهم بلغة العقل: عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. العقل يخدم، عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. وبعدين ربي كيف تدركه؟ إن يس ربي قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. حتى ممكن البصر يشوف ربي سبحانه، يمكن البصر محدود والعقل محدود، جميع الحواس كل شيء محدود. ما يجيش واحد يقول لك الحواس محدودة ولكن العقل غير محدود. هناك أصحاب العقل الذين يؤلهون العقول، موجودين في الفلسفة، في تاريخ الفلسفات، في تاريخ الفلسفات القديمة هناك من يؤله العقل، يقارن كني عقلي يستوعب كل شيء ويرشدني إلى مصالحي في جميع مجالات الحياة ولا أحتاج إلى وحي. نقول لا راك غلطان، عقلك محدود كما البصر نتاعكم يا أخي محدود. شحال يقدر يشوف؟ حتى الحيط كاين الغاشي يمر الحيط ولا واحد منا يشوف. لماذا؟ لأن البصر محدود، السمع محدود، وهكذا كل شيء محدود. الذين أيضا يعطلون العقل على فقط ولا يعمل، فقد خلفوا الوحي الذي أرادوا الانتصار له. من أراد أن ينتصر للوحي بتعطيل العقل فقد خالف الوحي الذي أراد أن ينتصر له. ولكن نكون حوايج غير العقل أخاذ كان الوحي شو دينا ربي ذنبي أسيني خلف شو دينا ربي ذنبي. لذلك أبو بكر الصديق شكون اللي عنده هو الصديق، هو أول وحاظي بهذا الشرف الصديق، وصدقه في خبر السماء كما تعلمون. أندس اسم النبي عليه الصلاة والسلام الصديق، وهو الصاحب وسماه القرآن الصاحب، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذا وجاوب بالعقل، قالوا عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. كيف بالنسبة للإدراك؟ قال لا يمكن ندرك الله ندركه بالإيمان، الإيمان دخل في صميم العقيدة. قال وبعدين انفى واحد الصفات، التجسيم والتمثيل إلى آخره. قال التفكير في ذات الله إشراك، العجز عن الإدراك إدراك، والتفكير في ذات الله إشراك، ما جاء ببالك فهو خلاف ذلك. إيراد سام كانس
العجز عن الإدراك إدراك. ربي قال لا تدركه الأبصار. كوننا عجزنا عن إدراكه بحواسنا، هذا في حد ذاته إدراك. تقول بضغ أندور الزميرة السنة غشور السنة هكا زرغ بلي الثاموسنيي والعقلي ذاك يساوض ذا هذا يحبس. أكثر من ذلك لا. لذلك ربي في أوائل البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. نكوني عصا موسى والراهي ولا واحد شافها عكاز سيدنا موسى ولا شيء، ما هيش في المتحف باش نروحوا نزوروها، ولكن آمنا بأنها حق. ناقة صالح ثلغم سيدنا صالح والراهي باش نجيبوها تشرب ما كانش، ولكن آمنا بوجودها. لماذا؟ خاطر جاءنا الخبر وحيا وهو بالنسبة إلينا غيب، ومن شروط صحة الإيمان بالغيب. لذلك في غير طول في الأمور العقيدة وإلا سيطول الحديث. العجز عن الإدراك إدراك والتفكير في ذات الله إشراك معناه. والصحابة تجدهم الإمام علي رضي الله عنه قالوا صف لنا ربك أمكي خلم ربي مقرم الزيد ذا سيد نشتمو جنين إن سبحان ربي لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالقياس فوق كل شيء وليس تحته شيء وهو في كل شيء ليس كشيء في شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. باش تجاوب الإمام علي أنا تجاوب العقل. مع العقل لازم يكون حاضر. لذلك وحكم العقلي قضية الآن بلا وقف على عادة أو وضع جلا. ما معنى ذلك؟ ما معنى هذا البيت الشعري هذا النظم؟ معنى يعرف لنا الحكم العقلي. قال لك الحكم العقلي هو ليس الحكم الشرعي أو الذي يثبت عن طريق العادة. خطر الأحكام ثلاثة، كاين أحكام شرعية، أحكام عادية، أحكام عقلية. إذن قال لك الآن الحكم العقلي هو الحكم الشرعي. نبدأ بالحكم الشرعي، الحكم العادي، وبعدين نوصل الحكم العقلي. الحكم الشرعي هو الذي يستند إلى دليل، هذا مكان. والحكم قد يكون في نفيا قد يكون أمرا. مثلا رب سبحانه قال لا تبطلوا أعمالكم، لا تبطلوا أعمالكم. معناتها واحد لا يبطل أعماله، أي الخدمة يخدم ما يبطلهاش. ويقول في الأمر أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وكان فيه النهي، يقول رب سبحانه لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا تقولون. ولكن هذا جاء في مستوى من درجة التشريع، ما يجيش واحد يطبق غير هذا، لازم يستحضر النصوص الأخرى. عند دين رب سبحانه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر الآن قال فاجتنبوه، أمر فاجتنبوه، فهل أنتم منتهون؟ إذن هذه الصيغة تحمل في ذاتها نهيا. إذن هناك أوامر وهناك نواهي. والشيخ الشعراوي الله يرحمه من كلمته اللطيفة قال لك الشرع الإسلامي افعل ولا تفعل، هكذا افعل. كان أوامر وكان نواهي، أوامر ونواهي في جميع طبعا كيقول أوامر ونواهي سواء في العبادات ولا في المعاملات. وأحكام عادية. هذه الأحكام العادية تثبت بالاختبار، بالمشاهدة، بالتكرار، تتكرر في حياة الناس. لذلك يعني توصلنا إليها إلى معرفتها عن طريق التكرار والاختبار. نعطيكم مثال. هذه اللي فلاح ذي الغابة، واحد راح يحتطب وبعدين قاس روحه، الدم يسيل، ما كان والو. واش يدير؟ يرفد دم هذا في الدز تخدم هكا تحسين دم هذيك. وبعدين كي يحبسوا الدم يقول غير ما شاء الله مفيدة. أبري وصلنا الخبر باللي أما ذا يحبس دما. واحد آخر يجي يديرها العسل، والعسل بالتجربة وقاعد يجربني يعني أنا باللي تسكسا سيكاتريس
تزيل الآثار، تكسى الشامة، أليس كذلك؟ من ثبت هذه؟ وبالتجربة. لذلك رب سبحانه قال في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وبعدين وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، بعدين في الآخر قال لعلكم تشكرون. سورة النحل الآية 78. إذن كي نخرجوا من بطون أمهاتنا لا تعلمون شيئا، ولكن ربي زودنا بأدوات الإدراك والتعلم، أليس كذلك؟ من هذه الأدوات السمع. الطفل حوالي 10 أيام الأولى لا يرى لا يبصر. أحكم الطفل دير له هكذا إشارة ما يحركش عينيه، وكي دير صوت يفزع، أقول ذا مشطوح. ذي 10 في مزول سوالي يرى. الحاسة الأولى التي استخدمها الإنسان حينما يأتي إلى هذه الحياة هي حاسة السمع. اسمع هكذا، والسمع هذا حاجة كبيرة. لذلك رب سبحانه الترتيب في هذه الآيات معتبر، في هذه الآية معتبر. سبق السمع لأنه هي الأداة الأولى، بل كي كان في بطن يماه، ثبت الآن بالدراسات المختلفة، كي كان في بطن يماه راه يسمع يماه. لذلك يوصيو الحوامل باش يقراو القرآن. ثمطوث مثل استاذيس يلها تصغر القرآن، أتصغر القرآن ميسادي السمحاس داخلو عبوضيس أم بعد. لذلك أيضا لا يجوز تعنيفها، المرأة التي تضرب وتعنف خاصة في هذا الوقت تاقي الحمل، تدير ليكوغرافي يقول لها طفلة، سوتي إذا كان رقم 4 ولا رقم 5 يبداو يديروا عليها مشاكل. أنت رقم 5 دير لها لافورتمون وخلينا. شفت واحد الأذى الذين والله العظيم ربي يسترنا خلاص. يعني العلم ما كان شابيبري كل شابيبري، لذلك نحصلوا في مشاكل. وبعدين كي يزيد طفل ولا طفلة نأذنوا له خاطر يسمع. زاد في الكلينيك في اللحظة هذه كي زاد، ولا في اللحظات الأولى ولا في الساعات الأولى ولا يهم، أول حاجة يسمعها لا إله إلا الله، يسمع الأذان. والأذان يلخص رسالة الإسلام في الحقيقة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وبعدين دعوة إلى عماد الدين، إلى عماد الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هي عماد الدين، الصلاة هي عماد الدين. حي على الصلاة حي على الفلاح، الله أكبر، دعوة إلى الصلاة والفلاح إلى آخره. صافي الطفل يسمع. لو كان حاسة السمع ماشي شغالة، علاش تقول لنا السنة تقراو تسمعوا الأذان في الأذن اليمنى وبعدين الأذن اليسرى كما ورد في بعض الأحاديث بإقامة الصلاة. أليس سيا وسيا أول حاجة يسمعها، أليس كذلك؟ كي يسمع الأذان والإقامة علاش يسمع زغاريد من بعده؟ زغاريد وكذا، هذه أيضا جائزة ما في حتى مشكل. يعني فرحنا سنكمل ربي سبحانه. اتفقنا؟ طيب، أصحاب الكهف ربي سبحانه عطل سمعهم ولم يعطل أبصارهم. حنا كي يجي واحد تقول هذا راقد، كيفاش تقول راه راقد؟ ما هو الدليل؟ تقول عينيه مغمضة. كاش واحد منا يقول عقلا فلان راقد باسكو وذنيه مغمضة، اللي يقول هكا نقول راه مهبول هذا، بس قرار يطص خاطر مزوغ يحبس نظرة. لو كان مشي نقار في عرفنا، وهذا عادة، هذه هي عادة الفلاني يطص خاطر قننت والنيس كان يقصر معنا ابري غمضهم معنا بقى على خير معنا رقد. صافي الرمزيه نتاع الرقاد هو غمض العينين. علاش ربي سبحانه اصحاب الكهف قال الايه وضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا. ربي كي قدر باش يبقاو في الكهف سنين عددا، ماشي 7 سوايع ولا 8 ولا لا، سنين عددا. ربي سبحانه عطل حاسة السمع، عطلها.
يصرى واش يصرى برا، الرعد والصعقة والزقا والعياط ما يسمعوش حتى نقدر ربي رجع لهم هذاك السمع، وبعدين ناضوا وكذا. وتعرفوا الحكاية راهي مبثوثة في آي القرآن. لذلك هناك أمور تدرك بالعادة، ولكن ليس دائما العادة صحيحة. الأحكام الحسية تدرك بالعادة بالتكرار. طفل صغير كيفاش يعرف فوفو فورنو؟ كيفاش؟ خليه يتحرك شوية. وكاين اللي يدي هكا سرسافوسيك، خاطر الذراري يحبوا بزاف يستخدموا الحواس، كل حاجة بالحواس. كي يحط هاك يفهم، يتحرك شوية يفهم له كذا فورنو. ممكن قرنس باللغة العرفية فوفو، هذا فوفو وهكذا. كيف ندرك البرودة؟ نقول الثلج بارد، الثلج باردون بالحاسة ولا لا؟ وين على بالك الثلج باردون؟ بالك راه سخون كي ديروا هكذا وهكذا. إذن هناك أمور تثبت بالمشاهدة وتثبت بالتكرار وبالاختبار. وهنا المجال مفتوح للخبراء فاسأل به خبير لأهل العلم فيبحثون ويكتشفون. لذلك كما تسمعونه اليوم عن الطب البديل أو الطب الأصيل وكذا، في الحقيقة رب سبحانه وتعالى كلش في هذه الحياة، ولكن العلماء يبحثون فيجدون. قرص قبيلة وين ذن يفا وفان دواوي وفان كذا. لذلك أصل الطب هو الطب هذا الطبيعي، والطب النبوي أيضا وضح مسائل جدا. الآن في هذا الزمان مع الثورة العلمية البيولوجية الطبية أثبتت كل هذه الكنوز التي وردت في طب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نأتي الحكم الشرعي. الحكم الشرعي ذكرناه هو الحكم العقلي. الآن الحكم العقلي هو الذي يثبت بإعمال العقل. الآن اسمحوا لي نتكلم شوية على الآن أقسام الحكم العقلي. أقسام مقتضاه بالحصر تماز، وهي الوجوب الاستحالة والجواز. هذا هو البيت الأول في بيان أقسام الحكم العقلي. ذكي عبد الواحد بن عاشر غادي يهضر في أقسام الحكم العقلي. العقل كي نقول لك مثلا الكل أكبر من الأصل أكبر من الفرع، معقول؟ ليس كذلك. العقل يثبته. نقول لك الجزء أقل من الكل، العقل يؤكده. نقول لك كما قال حمزة بن عبد المطلب ربه بين 4 جدران، يعبد كما هو كما الآخرين. بعد نهار يخرج في الصحراء في الفيافي والقفار بدا يستخدم عقله، وبعدين قال إن الله أكبر من أن تشمله 4 جدران، يعني وفي رواية أخرى أن تحويه 4 جدران، يعني ربي مقر أكثر باش أثرغ أطفن 4 الحيوض نغسل الزين 4 الحيوض. اسميكم أصيل العقل يسي خدم تساقي المرحلة الأولى باش يعرف الحقيقة وإلا ما يعرف الحقيقة. ولكن عقيدة التوحيد يمكن أن نستدل على صحتها، سنذكرها الآن في الأبيات القادمة. أقسام مقتضاه بالحصر إلى آخره. بعدين وهي الوجوب الشيء الواجب لا يقبل النفي عقلا. تبعني مليح. ما قرره العقل واجبا يستحيل أن نثبت خلافه. ولكن ما هو العقل؟ غادي نطرح السؤال، ما هو العقل؟ العقل السليم. والآن فيه أقيسة، يعني مقاييس لقياس العقل. لذلك نقول يا جماعة الخير العقل، لذلك قال علماؤنا قالوا العقل مناط التكليف. العقل مناط التكليف. والحكم الشرعي هو خطاب الله عز وجل للمكلفين. إذا كان واحد ما هوش مكلف ما عندوش عقل ليس مقصودا بالخطاب.
يصلي ما يصليش، يصوم ما يصومش، عادي يدير واش يحب، خلاص ذاين فقد عقله، طرأ عليه طارئ من الطوارئ، خاصة طارئ الجنون. الوجوب إذن ما وجب عقلا لا يمكن إثبات خلافه. لو كان طرحوا قضية الإيمان بالله عقلا على مستوى العقل، نجد العقل يؤكدها، الفطرة تؤكدها، الفطرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مولود يولد على الفطرة. يعني أقروذ دلال لو كان ثنج، لو تركنا طفلا بعيدا عن المؤثرات الخارجية، لا محيط عائلي لا محيط اجتماعي لا تأثير خارجي، لنشأ موحدا، لأنه يستجيب لنداء الفطرة التي ترشده إلى التوحيد. لو كان قروذ أنسبع الفلاس لونتوراج لونفيرونمون أثنج وحدس أصنظلق وحدس ممقرى ديني لا إله إلا الله، خطر داخلي كيف يخلق ربي. اتفقنا؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. معنى ذي والداه، والمقصود عند علماء الحديث ما هوش فقط الوالدين، معنى الانتوراج، معنى المحيط العائلي، المحيط الاجتماعي إلى آخره، معنى المؤثرات الخارجية. لذلك كاين الوالدين اللي يأكدوا هذيك العقيدة نتاع التوحيد، يشوفوهم يصليوا ويصوموا، والحمد لله راكم تشوفوا ذراري صغار يبداو الصيام، صح؟ تربية إسلامية إلى الآخر. لذلك الإخوة اللي راهم الآن يروحوا الغربة، اليوم استقبلت 4 حالات المغتربين، يعني مغتربين قولي ما هو الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي يختلف حالة بحالة. إذا كان واحد يخاف على عقيدته يدخل فورا، يخاف ضياع أولاده يدخل يجي البلاد. إذا كان لونتوراج وين كاين توفا بيان، كاين الجوامع، كاين الدين، كاين كلش، ما كاينش مشكلة. أو أرض الله تاع ربي ونخليوها كاع لهذا. لما علاش ما نقولش في 2050 إن شاء الله تعالى أوروبا كاع تولي مسلمة عندها الإشكال، والآن راه كنائسهم راهم تباع. إذا لازم عندنا هذه النظرة. مي كان واحد ضعيف ما يقدرش يدخل يجي لنا الحومة بيناتنا خويا، حنا ممكن ما يصليش كروايون نون براتيكون نسعفوه حتى يصلي وربي كبير، أليس كذلك؟ مي كان ثم جاهو على السبة ويزيد بقى على خير يروح. وهذه قضية خطيرة جدا. والأخطر من ذلك هو المارياج ميكست، الزواج المختلط، اللي يقول لك أنا نروح نتزوج واحدة من كندا، من كيبك، لندن، من باريس، وبعدين بقى على خير يروح حكيم. الوجوب، شفوا على الوجوب هذا سوف نذكر ما قاله المؤرخ بلوتارك، قال كلاما في غاية العقل سنذكره بعد حين. الاستحالة لا يقبل الإثبات. يجي واحد يقول لك اثبت لي بلي ربي ماشي موجود، تقول مستحيل نديفاندي لا كوز، نديفاندي لانديفوندابل، اللي يقول هكذا. لا يمكن الدفاع على قضية كيما هذه. يقول لك جيب لي الدليل باللي ربي ماشي موجود، هذه مستحيلة عقلا، ما نقدرش. وأي واحد يجتهد باش يثبت بلي ربي ماشي موجود هو الذي سينهزم في النهاية. آرثر أليسون وقي مختص في الفيزياء النووية، فيزيك نوكليير، هو الذي قال إنك أتيت لإثبات عدم وجود ربي. هو في مؤتمر جاب باجاج سيونتيفيك، قال لك نعطي لكم الدليل الأدلة بلي ربي ماشي موجود، والله يدخل الإسلام. أنا عامه. وبارمي اللي ناقشوه واحد قطب نسيناه بزاف، جال تيزي وزو في 1989، وفضله كبير في هذا الموضوع في الإعجاز العلمي، اسمه الشيخ عبد المجيد الزنداني اليمني، مازالو حي لكن كبير ومريض الله يشفيه. عبد المجيد الزنداني يا شباب زار تيزي وزو في 89. باش شفت سوا هاو الشهود. كون كويدي مغارن صافي نعطي لكم الله يبارك. هاو الجامعة والشهود ما شاء الله. أنا عامل
باش تعرفوا بلي كاين الخير من زمان، ماشي حتى درك، ماشي حتى جيتوا نتوما دغا مرحبا بكم اهلا وسهلا، مي روحوا بالعقل برك. الشيخ عبد الرحمن مليح هذه ولا هي خايف شباب والله نحبوهم، مي حين يديروا لافيتاس ومساكن يجريو وطاق على منطاق ومشاكل. لا ما تروحوا، روحوا بالعقل، روحوا بالعقل. لذلك هذا من العلماء الذين ناقشوه. وبعدين آرثر أليسون في نهاية المؤتمر كان في القاهرة في 1985 كانت لا سيربريز مفاجأة المؤتمر. هو صرح قبل ما يجي صرح صافي نجي نعطي لكم الدليل باللي ربي ماشي موجود. وفي الأخير يا ربي إن شاء الله ما ننساش نجيبها لكم، نجيب من التصريح نتاعو مكتوبا بملا فوطو نتاعو تشوفوه. ودرك اللي بغى يكتب فيه، درك الانترنت جاب لي ربي فيها كاع هذه الأمور. آرثر أليسون بريطاني الأصل. وبعدين صرح قال ما بقي لي في العمر أسخره خدمة للإسلام. قال لك ما خلاص الميوغ دمغار تجاوز 70 سنة باش عرف الحقيقة. وبعدين بدا يرد على روحه، قال لك هنا أدركت ضعف عقلي، زيغ عقلي ما كانش يخدم، الهوى وهذيك الأمور رايح فيها. هو كان يعتقد أنه بعقله يثبت صحة ما يؤمن به، في الأخير ثبت باللي عقله صغير. وكما قال غارودي، روجي غارودي تماما تقريبا اللي يسموه لون دو ديالوج، قال كنت شيوعيا فمنظرا شيوعيا، كنت كاثوليكيا إلى آخره. وبعدين في الأخير قال لك الآن وجدت في الإسلام ضالتي، 3 بوان، الآن وجدت في الإسلام ضالتي، معناه شرب من جميع العيون ولا عين شبعاته حتى ندخل الإسلام في 11 رمضان 1982 82. أبري 3 زون زار الجزائر في 1985 أيضا في بجاية، جا المؤتمر 3 سنين جديد، فيلسوف يعني كبير كاثوليك يعني اسمه المذهب نتاعو في المسيحيه. وقال كلمه اخرى، قال لقد دخلت السجن في العهد النازي، في وقت الالمان النازيه دخل السجن واخذت معي الانجيل باش يوانسوا، ولو قدر لي ان ادخل السجن ثانيه لاخذت معي القران. كلامه ينك شمغ الحبس وقت النازيه بغي ذي الانجيل لا بيبل ثيوانس ذي الحبس، إذا لو كان هذيك الشمغ الحبس في النظام هذا هو غادي القرآن في غادي يدير الاستحالة. لا يمكن الإثبات، لا يمكن الجواز ما يقبل النفي والإثبات. كاين قضايا في مجال المعاملات نفي وإثبات، نفي وإثبات عادي نورمال. وحتى في العبادات تسمعوا أقوال الفقهاء يختلفون باستخدام عقولهم. من أسباب اختلاف الفقهاء العقل، هي اختلاف المدارك. لماذا اختلف الإمام الشافعي مع جماهير العلماء في نفيه للاستحسان، وقد قال من استحسن فقد شرع؟ علاش قال هكذا؟ هذا الشافعي يعني ماشي واحد ينسق فلان كيستحسن، يبث القاعدة من استحسن فقد شرع. العقول اختلفت. أيضا لماذا أنكر الإجماع السكوتي؟ كان الإجماع الصريح هذا ثابت الإجماع، ولكن الإجماع السكوتي يتكلم البعض ويسكت البعض. ثورة كان نطرح قضية نقول لكم هل يجوز شراء طوموبيلات بالمرابحة عن طريق البنك؟ أنتم تقولوا يجوز، دليل 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 دليل، وهذو كاع ساكتين. الآن السكوت نتاعكم سكتوا، ريحنا نص ساعة ساعة ساعتين انتم سكتوا، ما معناه؟ هل السكوت نتاعكم موافقة ولا لا؟ الإمام الشافعي قال سكوتكم ليس دليل الموافقة، خاطر لا ينسب إلى ساكت قول انتم ما قلتوش ودني مارد نطيق مارا، خاطر من توفقم صاب دير ثم تقمد. المسألة شرعية ماشي ممكن ذا انتوما سكتتم احتراما بيسك هذو تكلموا قال نحترموهم، ولكن نقول لك هذا أمر شرعي
ما كاينش منها. يقول بأدب التمس، قال أنا عندي رأي مخالف بالأدب، هذا مقبول. المهم ماشي هذا موضوعنا، ولكن ردوا عليه العلماء. قال السكوت في موضع البيان بيان. شوف كيف العقل يخدم 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 يخدم. بل داخل المذهب الواحد، داخل المذهب الواحد تجد العقول والمدارك تختلف، فتختلف الفتاوى، تختلف الفتاوى. لولا ضيق الوقت نعطيكم واحد الأدلة من المذهب المالكي، ما دام المالكي وين تلقى فقيه يقول هاك فقيه يقول هاك، مين لازم يختلفوا إذا استخدموا عقولهم فلم يعطلوا لها. إذا وراه الدين اللي يقول خدم عقلك كما الدين تاعنا ما كانش. لذلك عبد الواحد بن العاشر يعود إليه مرة أخرى يهتم بهذا الجانب العقلي. سمحوا لي صغير المقدمة كي شوية ما تعزف لكم الشطح، ولكن معلش. الوجوب الاستحالة الجواز، فواجب لا يقبل النفي بحال. بعدين بدا يفصل. فواجب لا يقبل النفي بحال، واجب لا يقبل النفي بحال. يجب أن نؤمن بوجود الله، نحن مسلمون في اعتقادنا. لو جاءت الدنيا ملايير الناس ما يقنعوناش وما ينفيوش علينا هذه العقيدة، لذلك اسمها العقيدة، العقيدة لازم تكون راسخة. فواجب لا يقبل النفي بحال. وما أبى الثبوت عقلا المحال. نشرح لكم البيت هذا كامل بالأمثلة. الإقرار بالبنوة، يجي واحد عنده طفل راح بعد 20 سنة ولا لقاوه، هو يقول هذا ابني يشبه لي وكذا، هو يدير. تجي ماه تقول نعم جو كونفيرم هذا وليدنا. هذا اسمه الإقرار بالبنوة، ماشي لادوبسيون. تبني وحده تبني نو لادوبسيون هذيك حرام باين. نتكلم على الإقرار بالبنوة، هذا جائز شرعا، ولكن جائز شرعا، ولكن هل يقبل عقلا؟ العقل لازم يدخل في إثبات هذه المسألة. الشرع يحتاج إلى عقل لإثبات أو نفي النسب. دونك ممكن تقول لي لاديان، نديرو لاديان، احضر لك لاديان التطور العلمي مي قبل ما يظهر لاديان هذه، وتجي حتى لاديان اسكو وصلوا 100%، وصلوا 100% في النفي، ولكن 99.95 في الإثبات. هذه آخر ما أعلم، مازال ما وصلوش. ممكن يوصلوها لا ندري، خلي العلمية براحته. ولكن ضرك الآن على مستوى العقل، خطر العقل هذا هو اللي موجود قبل الثورات العلمية الهائلة، قبل الثورات العلمية الهائلة هذه. ضرك العلم تطور، وتطور بالعقل. العقل راه يخدم ويمشي، ولكن العقل في موضوع الإقرار مثلا، والإقرار هذا موجود حتى يعني من عهد الصحابة ظهرت هذه القضايا، قضايا الإقرار. ذا شديد ذكي. فواجب لا يقبل النفي بحال. نقول لك لا يمكن أن نعترف بهذا الإقرار بالبنوة إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون المقر له مجهول النسب من جهة المقر. بمعنى واحد راح له طفل، ماشي كيمشي في طريق يشوف واحد يقول هذا وليدي، وبالك وليده هذاك عنده بابا ويمه ثم يقول كذا وليدي ما مشبيك، أسا يشبه وليدي ويخلق من الشبه 40. يتشابهوا الناس لا مشابهين، ماشي مادام يروح يحميك مثولاظ أقشيش يشوف أنا رميك غادميك. إلا قاد لي الشرط عقلا باللي أقشيشاكي يشك دميك أذيلي ورسالي مولان. فهمتوني؟ لازم يكون مجهول النسب، اسم المقر له من جهة المقر الذي أقر. سي لوجيك. طيب الشرط الثاني أن يكون الفارق بين المقر والمقر له سنا
يقبله العقل. سهلة. واحد يقول هذا ابني، يقول شحال في عمرك؟ يقول أنا عندي 35 سنة. وهذا الطفل شحال عنده؟ عنده 28 سنة. مقبول؟ صافي الفرق بيناتكم 7 سنين. غير ممكن. صافي النهار اللي زاد عندك هذا الطفل أنت كان عندك 7 سنين. هل يقبل عقلا؟ لا يقبل. لذلك كاين أحكام شرعية يسندها العقل. هذا الشرط. والفقه يقر به، فقه الإسلامي سلفا وخلفا، يعني الشرط يكون دنيا إلا للفقه من فقه الصحابة إلى الآن يقول لك لازم يكون هذا الشرط. هذه صفي العقل الإنسان غير أنت مثالين. إذا كان الإقرار بالأخوة ماشي بالبنوة، يروح يهماك السنادي تفيض يهماك أدين واجد يهما أدين واجد يهما الشيني، ولكن ما تبقاش هذه العلاقة النسبية لا تثبت إلا بتصديق المقر عليه. كي تقول هذا خويا، كي شراك تقول أنت ولد جدي، أنت ولد بابا. الإقرار بالعمومة كي تقول أنت ولد جدي، صح؟ خاطر خوك هو ولد باباك ويماك كي يكون شقيق. إذا كان دمي فرار ولد باباك، ولا دمي فرار من الجهة الثانية ولد يماك، ابن الأخت يعني أخ من شقيق من جهتين، أبوه أمومة أو أبوه أمومة أو العكس. هكذا صافي كي تقول هذا أخي ما يكفيش، لازم شرط آخر عقلي تصديق المقر عليه. تولي علاقة ثلاثية، كاين مقر، كان مقر له، كان مقر عليه في الإقرار بالأخوة. الإقرار بالعمومة أيضا لازم تصديق الجد والجدة. كي تقول هذا عمي كأنك تقول هذا ابن جدي وجدتي، ولازم الجد يقول لك لا ينفي، هو أنت تثبته هو ينفي. صافي لازم يكون نفي إثبات من الجميع باش الشرع يقبل هذه العلاقة النسبية بعدما عرضها على العقل. إذن أقسام الحكم العقلي ذكرنا الوجوب، الاستحالة. وعدتكم باش نقول كلام بلا ترك. لو كان نقول لك يعني في تاريخ الإنسان كاين شركيات، كل واحد باش يعبد، كل شويه يعبد غلا. لذلك كان في هذه الدنيا ما يسمى بالمعابد، ماشي المساجد. المساجد معنى رمز الإسلام، رمز عقيدتنا إسلامنا، ولكن كاين معابد. بلو ترك يخدم يعني نظر في الحياة في تاريخ الإنسان. يناد نوفا في مدينين ساين ترى سبيطارات مستشفيات، نوفا في مدينين ساين ترى الجسور في قنطيار، وساين ترى الخصون، وساين ترى المدارس. ولكن نكون فرث مدينتنا ثدرت ونسعى المعبد أن دائم ذن عبذن ذا شوي عبذن ذا قضية أخرى. وجدنا في التاريخ مدنا بلا حصون، مدنا بلا جسور، مدنا بلا مدارس مستشفيات، ولكن ما وجدنا في التاريخ مدينة بلا معبد. هو لم يقل مسجد، لو كان قال مسجد نقول له راك غلطان، كاين مدن ما فيهاش كاع مسجد، قال معبد. هو ينطلق ماذا نستنتج؟ معنى باش يقول مسألة العقيدة مغروسة، كاين نداء يقول لازم يكون عندي الخالق، لازم. وثقي مسألة يستحيل إثبات خلافها، لا يستحيل، أليس كذلك؟ الدليل القطعي وجود هذه المعابد عبر التاريخ، وجود هذه الفلسفات، وجود هذه العقائد. اتفقنا في مثال ضربناه مرارا يعني، ولكن هذا موضعه. لو كان سمعوا كلنا سمعنا هذا، صح؟ فرضا هذا الطرق كان بالباب، بلا ما نشوفوه، ما على بالش يكون وراء الباب. كيفاش نقول هناك طارق بالباب يقينا. ثورانك خدم خذاكي مي كويس بورث سنسلي بورث. اتفقنا، اروحوا نختلفوا درك.
من الطارق؟ نوا نتخيل، كل واحد يتخيل واش يحب، أليس كذلك؟ اتفقنا في دائرة التعقل، قلنا هناك طرق بالباب. حينما خرجنا من دائرة التعقل دخلنا في دائرة التخيل، تيماجيني، اختلفنا. شاد ينضوا كاين دوا صح؟ ثورة نغلغ الخلق، الإنسان منذ بداية الخلق قال أنا مخلوق، فكي متفقين عليها. إذن هناك خالق، عقليا متفقين عليها. السؤال مطروح، من الخالق؟ شكون اللي خلقنا؟ كل واحد وين راح كيقول لك احنا الخلق طبيعة، لا ناتور، ما نحوس ما والو، لا ناتور جينا هكذا. كاين اللي يقول لك كيما نظرية التطور نشوء الارتقاء، قال القرد وتطور، تعرفوا كاع ذاك الكلام الفارغ هذا ما عنده حتى قيمة الآن، هذه نظرية لا قيمة لها. اتفقنا واختلف الناس واختلفوا وحق عليهم أن يختلفوا. تريدون أن يتفقوا؟ تريدون أن نتفق نحن؟ سهل، نحن نسأل الطارق، نقول من الطارق؟ هو يجيب يقول أنا فلان، نمسفهم الحمد لله، ودي قيمة الاختلاف. وبعدين يظهر مباشرة داين من في مسألة الخلق، نقول من الخالق؟ هو الذي يجيب، كما أجاب الطارق يجيب الخالق. الطارق أجاب، طبعا هذا تمثيل ولله المثل الأعلى، فقط باش نقربوا الصورة للأذهان، ولكن رب سبحانه أجاب وحيا عن طريق الأنبياء والمرسلين. وقد ذكرت لكم صورة ما ورد في سورة الأنبياء الآية 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وجائزا ما قبل الأمرين سم إلى الضرر والنظر كل قسم. واش معنى هنا؟ كاين أمور تقبل الأمرين معا، نقول لك الجسم والإنسان يقبل السكون والحركة، كي يكون راقد ساكن وتتحرك أنفاسه ويتحرك قلبه بنبضاته، ولكن أعضاؤه الأخرى ساكنة، يستيقظ يتحرك ويمشي ويتكلم إلى آخره. هذا أمر يقبل هكذا. ولكن هناك أمور شرعية تحتاج إلى نظر. سنكمل إن شاء الله غالب، يعني لا نتوقف هنا إن شاء الله. يتجدد اللقاء بعد 15 يوم إن شاء الله وقدر. السلام عليكم ورحمة الله.